ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هوريكم بقى منقذي احمد عندنا هنا. تمام، احمد المنقذ بتاعي هوريكم هو بيشتغل. بجيب حاجه واسعه، بجيب حاجه اطول مني. النهارده انا عامله مصيبه جبت حاجه، وبعد ما جبتها طلعت اطول من طولي فقصتها، فعايزاه بقى ايه يعني يلحق اللي انا عملته. هو بيشتغل بسم الله اكبر اهو. هسيب لكم بقى رقم التليفون في التعليقات واسيب لكم كل حاجه اهو. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا بس قلت لهم ايه ربنا يخليك. انا قلت لهم ايه ان انت هتنقذني في اللي احنا هنعمله ده ان شاء الله باذن الله. تحت ساعه الله وبركاته. مش عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تعالى اتفضل. قول لي يا احمد، انت بتفصل ولا بتصلح بس ولا بتعمل ايه؟ بتصلح اي حاجه ان شاء الله. اهو طلعت تاني اهو. قول لهم بقى ايه اخبار الاسعار يا احمد؟ والله الاسعار في المتناول يعني كويسه، مش اوفر يعني ان شاء الله باذن الله يعني. حسب الطلب يعني. انت بتصلح كل حاجه صح؟ بنصلح كل حاجه ان شاء الله. بنعمل رفه. انا مجرباك يا احمد وعارفه، انا بقول للناس اهو. وهاخد منك رقم التليفون اللي انت شغال على طول والعنوان تفصيلي عشان انزله بعد الفيديو ده عشان الناس تشوفه. تمام؟ بحري احمد تيسير. تمام يعني برضو ده كان مقطوع. تمام. ايوه وريني كده يا احمد. يعني ده كان مقطوع. وريهم كده. عملناه ايه؟ انا عايزه اقول لكم ان احمد منقذي، يعني اي حاجه صغيره. جبت حاجه كبيره حاجه صغيره، انا دلوقتي جايبه فستان اكبر مني. تمام، واطول مني. احمد هو بصوا انا اوريكم شغل احمد بس في حاجات تانية. ده مش شغلي، ده شغل حاجه تانية. يعني بصوا هو ده كان مقطوع. تمام. بصوا هو عمله ده كان مقطوع. تمام. عملناها لفه بطريقه جميله في نفس الوقت في المتناول. تمام. لا انا عارفه اسعارك يا احمد في المتناول انا عارفه ده. بص صاحبتي ولاء بتقول لك هتخدمها وبتقول لك بتسلم عليك وهسيب لها رقم التليفون. هتقول لك اهو من الفيديو اي خدمه. عايزه اقول لك يا ولاء احمد منقذي بيعمل لي كل حاجه، وهسيب لكم رقم التليفون في التعليقات وهتلاقوا الفيديو على القناه عندي. وهوريكم بقى الفستان اللي هو هيعمله. هيظبط لي الفستان اللي انا جبته اشتريته. بعد ما اشتريته لقيته طويل وواسع من على الكمام وعايز يتظبط، فطبعا انا ما سكتش، خدت المقص ورحت اتكلت على الله ورحت قصه الفستان. والله الواد ده انا دايما انا والله العظيم انا بيقول لي ايه انت بتعملي فيديوهات؟ قلت له انا بعمل فيديوهات عشان كنت بعمل المحل اللي في وشه الناحيه الثانيه اهو بتاع المخبوزات. عملت له فيديو لان الراجل ده عظيم. الراجل ده بيعمل اطباق الطبق ب5 جنيه والله العظيم في ظل الظروف اللي احنا فيها دي والحاجات الغاليه. بجد الراجل بيعمل اطباق ب5 جنيه. يعني اللي معدي ابسط حاجه عايز يجيب حاجه حلوه لاولاده وهو مروح يعدي عليه. هنزل لكم الاثنين هتلاقيهم عندي على القناه، وهتلاقوا رقم احمد موجود ومخبوزات الشيماء هم قصاد بعض. مخبوزات الشيماء اهو واحمد اهو واحمد في وشه اهو. هسيب لكم الرقمين. لا احمد جدع جدا يا ولاء والله، وهتنبسطي واسعاره معقوله جدا وبيصلح اي حاجه. ركب سوست وعنده كمان بصي يعني هو كمان بيكوي وبيعمل كل حاجه في نفس المكان اهو. بيعمل الرفه بيعمل صبغه بيعمل كل حاجه. وعايزه اقول لك احمد منقذي بجد. وهسيب لكم رقم التليفون وهتشوفي بقى الفستان بعد ما يتصلح لان انا كان اطول مني بكتير بعد ما جبته وهو هيظبطه لي. هو بصي المكان صغنن كده بس بصي الله اكبر يعني بجد عظيم لا والله بالناس انا عارفه ده وحياة ربنا. انا عارفه ده والله يا احمد من غير ما تقول. انا عارفه والله. فهنزل لك رقم التليفون وقولي له بس من طرف هند. تمام وانا زبونته من زمان اصلا يعني، بس انا ما كنتش حاطه في دماغي ان الموضوع يبقى فيديوز مكرره مع الناس. طب ليه لا ما افيد واستفيد واوري الناس حاجات كتيره جدا وهي فور فري اصلا. بس هي حلوه بحيث ان انت بتساعدي الناس وبتعرفيهم حاجات جديده. تمام. عندنا في اسكندريه. تمام. اوريكم بقى الفستان بعد ما يخلص واوريكم احمد بعد ما يظبطه عشان الفستان طلع اطول مني شويه وعايز يتظبط لا بيقول لك يا ولاء والله تعالي بس مالكيش دعوه باي حاجه.
هو بيعمل كل حاجه، صبغه حاجه ورفه صعبه عندك يا ست الكل. اهو بصي بيقول لك اي حاجه صعبه عندك. مفيش حاجه عشان انت من طرف سامع ولاء؟ انا هسيب لكم عموما رقم تليفون احمد ان شاء الله باذن الله. ماشي يا لولو، يلا اشوفكم على خير، وهسيب لكم رقم احمد وهسيب لكم اللينك عندي بتاع القناه، وخشوا شوفوا الفيديو ورقم التليفون وهتلاقوا فيه اللي انتوا عايزينه. يلا سلام مؤقت، باي.